حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل قفص القوطة الجميل دوت. عايزة اقول لكم القوطة نازلة رخيصة جدا جدا. يعني قفص القوطة دوت واقع الكيلو فيه ب5 جنيه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. انا بفضيه قدامكم علشان تشوفوا ما فيهوش ولا واحدة مستوية ولا واحدة بايظة ولا اي حاجة خالص، زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. ايه القطايه اللي انتوا شايفينها ديت مش بايظه. هبصوا، عايزه اقول لكم اهي طينه، يعني ما فيهاش اي حاجه. هنعمل ايه؟ انا معايا 10 كيلو بصل، شلت منهم 2 كيلو بصل وحطيت مكانهم 2 كيلو جزر. 2 كيلو جزر على 8 كيلو بصل. مسكت البصل والجزر ضربتهم كده في الكبة وشوحتهم بنص ازازة زيت. ما خدوش زيت كتير بأمانة، هي نص ازازة. وبراحتكم، عايزين تكتروا كتروا، تقللوا دي حاجة في ايديكم. بس انا صورت معاكم فعلا خلطة البصل يعني التقلية بتاعة المحشي، بس للأسف لقيت الفيديو ما كانش بيصور. زي ما قلت لكم كده 8 كيلو بصل على 2 كيلو جزر. اضربوهم في الكبة وشوحوهم كده بنص ازازة زيت و4 معالق ملح. هتحطوش اي توابل خالص. زي ما انتوا شفتوا كده ضربت الطماطم وحطيتها على البصل اللي بالجزر. انا هعمله تاني فيديو صغير كده معاكم، لان انا طول ما القوطه رخيصه انا دايما بحب ان انا اجيب، يعني انا لسه هجيب برنيكه او اجيب قفص تاني. النهارده عملت القفص دوت لتسبيكه المحشي بس. جبت ب15 جنيه خضره، انتوا عارفين خضره الشتاء تحفه. وخليت التسبيكه بتاعتي كده يما بردت خالص. بعد كده حطيت عليها الخضره. تعالوا نعمل الفلفل بقى الحار دوت. بصوا لقيته جميل جدا جدا، وعايزه اقول لكم جبار. انا جبته قبل كده كان بارد، لكن دوت بجد لقيته جبار. جبت 2 كيلو، هضربهم في الكبه وهحطهم على البوتاجاز بمج زيت، وهسيبهم كده ومن نص معلقه ملح، وهسيبهم ياخدوا لهم غلوتين 3، وبعد كده يبردوا. وهعملهم فيهم ايه؟ هعبيهم في اكياس. تمام تمام. عايزين ان انتوا تسلقوه زي ما انا قلت كده، وبعد كده تضربوه بالهاند بلندر او بالخلاط، بس كده احلى. وهنحتفظ برضو بيهم في الفريزر. عاملين محشي بقى، عاملين بومبار، عايزين حاجة حار كده، حطوا نص معلقة ربع معلقة، لان عايزة اقول لكم جبار. نرجع تاني بقى لتقلية المحشي بتاعنا. عايزة اقول لكم التسبيكة ديت انا بعملها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك من السنة للسنة. القوطة تبقى رخيصة اروح جايبة قفصين، اجيب 3. ما بشيلش هم طماطم غليت رخصت ولا في دماغي. الشتاء يعني بالذات في اول الشتاء كده في نفس الميعاد كده بسبك الحلتين دول. وما اكدبش عليكم بعمل حلتين تاني برضو زيهم بنفس المكونات، وبرضو بحتفظ بيهم في التلاجة. عايزه اقول لكم القطه ديت كده اتسبكت معايا. هطفي بقى عليها خالص واسيبها لتاني يوم. اجيب بقى الخضره بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، واروح بقى حاطه الخضره. هي تلجت طبعا، الجو برد، وان انا اسيبها من بالليل لغايه الصبح طبعا تلجت. ما ينفعش ان احنا نحط الخضره هي وسخنه. الخضرة هتدبل معانا وشكلها على طول هيتغير، لكن كده صدقوني هتفضل معاكو لآخر كيس في الفريزر. الخضرة خضرة، ولا هتدبل ولا هتغمق ولا أي حاجة خالص. هتستفادوا بخضرة الشتاء، هتستفادوا البصل غلي أو مغليش، هتستفادوا بفوائد الجزر اللي هيخليها لكم مسكرة والطعم بتاعها خطير، وهتستفادوا بالقوطة غليت ما غليتش عندكم مفيش اي مشكلة. بصوا جمال الخضرة ازاي هتفضل نفس في الكيس كده بخضرها وجمالها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملت شوية حلوين جدا جدا. برضو ديت تعتبر من تجهيزات رمضان.
هتوفر معانا وقت وهتوفر معانا مجهود بدل ما نقف نتقلي ونعمل، لا خالص. استفادوا ان القوطة دلوقتي رخيصة، ما تقولش ايه شوية قدام، لا مجنونة يا قوطة. ممكن تبصوا في غمضة عين كده تلاقوا القوطة غليت. طبعا هي مش ترخص اكتر من 5 جنيه دلوقتي. في ناس بتبيعها على فكرة، لسه في ناس بتبيعها ب8، لكن هي القوطة كيلو ونص ب10 والقوطة ب5. لو جبتها في القفص هتقع عليكي ب5. فاستفادوا بالوقت واستفادوا من حاجة رخيصة، ده مش عيب ومش غلط. احنا بنوفر لنفسنا ولبيتنا، ودي حاجة كويسة جدا. يما انت كمان تعملي حاجتك كده وما تشتريش الحاجة غالية من بره. القوطة فعلا كانت الأيام اللي فاتت كانت غالية جدا. أنا ما حسيتش بغلو القوطة لأني كنت عاملة للمحشي وعاملة للخضار وعاملة صلصة وعاملة للمكرونة، فبجد ما كنتش شايلة هم القوطة خالص. ممكن أجيب كده للسلطة لو حبينا، غير كده ما كنتش بجيب طماطم. ادي بقى الفلفل بتاعنا، برضو الفلفل تمنه حلو، الكيلو ب10 جنيه، حلو جدا جدا. 2 كيلو ب20 جنيه. هتعملي شطيطة بيها، عايزة اقول لكم بتبقى فظيعة. وممكن تحطي كده جنب الاكل للكشري، بتنفع في حاجات كتير جدا. خللتي ليمون، حبيتي تحطي على اللفت بالجزر هتحطي معلقة كده، هتخليهولك برضو زي بتاع بره واحسن كمان. زي دايما ما بنقول اعملي ما تشتريش، يعني وفري ودبري على قد ما تقدري. الحاجة فعلا غالية، بس الحمد لله البطاطس رخصت كمان اهيت. بس انا مستنية ترخص، هي دلوقتي بقت ب10 جنيه. انا مستنية يما ترخص كمان شوية، هنزل اجيب الشوال بتاع كل سنة بتاع قبل رمضان وهخزنه برضو معاكم. كان ده اول فيديو ان انا انزله على اليوتيوب، تخزين البطاطس. بعد ما نزلته بالفعل لقيت اليوتيوبر كلها بتعمل تخزين البطاطس. دي حاجة ساعدتني جدا جدا، لاني فعلا كنت انا اول واحدة اخزن تخزين البطاطس، وجاب لي مشاهدات عالية جدا 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 وكومنتات عالية جدا جدا. فان شاء الله برضو البطاطس هترخص وهنعمل تخزين البطاطس اللي بالنشا. هو سهل جدا، وعايزه اقول لكم كل سنه بجيب الشوال لاخر بطاطسايه بتبقى زي الفل. اتمنى يكون الفيديو البسيط النهارده عجبكم، والسلام عليكم.